السلام عليكم ورحمه الله. هنا غادي نشارك معاكم البيتزا. ايوا دابا ماشي غير الوقيته ديالها، تنستعملوها بزاف في رمضان. ودابا غادي نجيب لكم الحال ديال البيتزا اللي دغيا توجدوها في ثانيه وما تقيلوش تدلكوا في العجينه. هنا غادي نحضرها معاكم. هنا تنضيف واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، وتنضيف الماء يكون سخون دافي. هنا تنحرك بيدي مزيان تفعل ديك الخميره. وهنا غنضيف واحد المعلقه ديال السكر. هنا ضفت معلقه ديال السكر. هنا واحد الرشه ديال الملح. وهنا غنضيف 3 المعالق ديال الزيت البلديه. ديروا الاولى الثانيه الثالثه، غير الزيت البلديه غادي نضيفو. وهنا تنضيف الماء، نضيفو خاربي المقدار الماء تنضيفوه في خطره باش اللي غادي ما يكفينا للطحين. هنا ضفت واحد 2 كيسان ديال الماء. وهنا غادي نضيف الطحين. غادي نخلط العجينه تكون خفيفه بحال القوام ديال الشفنج. بعد ما ضفت الطحين غادي نضيف الزعتر. هنا ضفت واحد راس معلقه ديال الزعتر. وهنا غادي نضيف الفينو تنضيفو 2 كيسان ديال الفينو مع الطحين الرطاب. صافي هنا غادي نلويها مزيان، تنخليها على هذا القوام، ما نقيلش ندلك، تنخليها خفيفه. تكون العجينه نخليوها خفيفه باش تجينا واحد البيتزا اللي مجعبه وخفيفه. صافي هنايا بعد ما دلكتها تندهنها بشويه ديال الزيت كما تشوفوا معايا على هذا القوام هذا. هنا بلا ما تقيلوا تدلكوا العجينه، صافي غادي نعدلها في العلبه ديال البلاستيك. هانت العجينه كي جات ما شاء الله، واخا ما دلكتش. صافي غنديروا في واحد بلاستيكه. اللي ما عندوش العجانه يديرها غير في البلاستيك. شوفوا ما شاء الله، من بعد ما درتها في البلاستيك وخليتها غادي نخليها حتى تتخمر. من بعد ما تتخمر تنحيدوها. شوف ما شاء الله كي تجي مجعبه وتجينا ساهله في الخدمه ودغيا تطلق. غادي نغازيوها، خرجوا منها داك الهواء. شوفوا العجينه كي جات ديال البيتزا، راها ساهله بلا ما تقيلوا تدلكوا العجينه. تخليوها خفيفه، تخليوهاش قاصحه. صافي هنايا غادي نقرصها. تشبر واحد اللاطه اللي غنديرها في الفران تندهنها بالزيت. انا ما تنضيفش الطحين، غادي نقرصها غير بالزيت. وصافي هنا غادي نطلقها في هاد اللاطه. شوف راه تجينا ساهله دغيا تتسرح مع العجينه خفيفه دغيا تتسرح. هنا من بعد ما سرحتها تنحاولوا نطلعوا على داك الشنيف ديالها باش ما نديروا الحشوه ما تخرج لناش. صافي هنايا طلقتها مزيان. درتها غير في هاد اللاطه كبيره، ما غنديرش 2، تندير انا غير وحده تكون كبيره. صافي هنا غنشبر واحد الفرشيطه وغادي نسكوها وندخلوها للفران. هنا بعد ما طحيناها في الفران طيب، هنا غادي نشبر هاد الفرماج غادي نحكو. وهنا عندي لاصوص، وهنا عندي البيضات اللي سلقتهم، الزيتون، الصدر ديال الدجاج اللي قطعته. هنا بعد ما دخلناها طابت واحد نص طيبه. هانتينا العجينه كي تجي طالعه ومفشفشه ما شاء الله. وهذه لاصوص عدلت على يدي. صافي هنايا غادي ندهنها بهاد لاصوص. انا لاصوص ما تنشريهاش، تنعدل على يدي. الا بغيتوا المقادير ديال لاصوص خليوها لي في التعاليق نحضرها معكم. صافي هنا بعد ما دهنت هاد البيتزا غادي نشبر، غادي نضيفو الدجاج هو اللولي. هنا ضفت الدجاج. تنشحروه غير شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه والزيت. وهنا عندي الزيتون اللي مقطع
غادي نضيف الزيتون. هنا غادي نضيف البيض اللي سلق له حتى هو وحكيناه، غادي نضيفو. هاد البيتزا هادي ما غنديرش فيها الخضره. وهنا غادي ندير الفرماج هو الاخر. صراحه البيتزا هادي تتجي مملحه، تتجي رائعه رائعه. الا ذقتوها غتحماقوا عليها. ما كاينش اللي ما يذوقش عندكم هاد البيتزا. صافي هنا غادي ندخلوها للفران. من بعد ما دخلناها للفران وطابت، شوفوا ما شاء الله كي جات. يا سلام، لا من الشكل ولا من المذاق. ما كاينش اختي اللي ما غيذوقش عندك هاد البيتزا وما غيحمقش عليها. البيتزا عندي غير بالمملحات، ما درناش فيها الخضره. انا وليداتي تيحماقوا على هاد البيتزا غير بالدجاج والفرماج والبيض والزيتون ولاصوص. انا غادي نقطع معكم غنشوفوا الشكل ديالها كي جا. صافي هنا قطعتها، شوفوا ما شاء الله كي جات رائعه رائعه. بسم الله نقيسو. شوفوا كي جات ما شاء الله. وهنا تنقدموها مع العصير بالصحه والراحه. نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد.